اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الاورام. الحلقات اللي فاتت انا اتكلمت على المشاكل اللي طالعه من النخاع العظمي، وكان كلامي موجه للمرضى. النهارده انا ما بتكلمش للمرضى، انا بكلم الناس الاصحاء. ربنا من علينا بنعمه كبيره قوي وهي الدم. المشكله المرضى بيبقوا محتاجين نقل دم بصوره متكرره. انا بشوف معاناه الاهل في المستشفيات لما بيدوروا على كيس دم. نصيحتي لينا جميعا الاصحاء، ويا ريت المتابعين عندي واهاليهم نتبرع بالدم. كيس الدم اللي حضرتك بتتبرع بيه بيتم تحليله عشان نطمن ان مفيش فيه فيروسات. كيس الدم اللي بتبرع بيه بيتوزع الى اكتر من مريض، بيتم فصل مشتقاته الى كرات دم حمراء فبنعالج بيها الانيميا، وبنعالج بيها نقص كرات دم الحمراء في الدم، والمرضى اللي داخلين عمليات ومحتاجين نقل دم بيتم فصل الصفائح الدمويه فبالتالي بنعالج بيها النزيف، بيتم فصل البلازما فبالتالي بنعالج بيها مرضى الهيموفيليا. لو سمحتم اتبرعوا بالدم على الاقل مره واحده في السنه، مفيش اي مضاعفات ولا اي مشاكل لو اتبرعت بالدم. نصيحتي لكم جميعا الدم نتبرع بيه، نعمه ربنا منها علينا واداها لنا، واحنا كده كده كرات الدم الحمراء او الدم ده بيتكسر كل شويه وبيتصنع من جديد. اعتقد التبرع بكيس دم واحد مره في السنه ده فرصه كويسه جدا لتجديد جسمنا وخلايا بتاعت جسمنا، وفي نفس الوقت لله. شفى الله الجميع وكمل خطه علاجهم بالشفاء التام ان شاء الله.